السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عندنا النهارده افكار جديده ما عملناهاش خالص قبل كده من حلقات الستاير. كلها هتكون افكار كلنا محتاجينها، وكمان تنفيذها هيكون سهل قوي. اول فكره بقى عندنا النهارده هستخدم فيها غطا، وكمان هستخدم هنا خافض اللسان. طيب انا ما عنديش ده، ممكن جدا طبعا ان انا استخدم العصا بتاع الايس كريم، مفيش مشكله خالص. هثبت بس كده واحده جنب واحده زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي. ممكن طبعا كمان نستخدم اي غطيان متوفره عندنا، مفيش مشكله خالص. زي ما احنا شايفين ده بقى هيكون الشكل اللي عندنا. لو قابلنا بقى كده اي شمع زياده هنشيله كده اول باول. بعد كده بقى هجيب المقص بتاعي وهبتدي بقى ان انا امشي طبعا عليها كلها بالشكل ده، لحد طبعا ما اخليها كلها متساويه. لو انت بقى كده وصلت معايا لحد هنا، حط كده لايك جميل زيك، وكمان اكتبي لي اجمل تعليق من ايدك الجميله. زي ما احنا شايفين بتتقطع معانا سهل جدا، عملت منها اتنين هيكون نفس الشكل، وطبعا اكيد نفس المقاس. وبعد كده هستخدم هنا بقى حبل خيش. هعمل بس كده كإطار هيديني شكل حلو جدا، وكمان برضو هيظهر لي بقى الدنيا اكتر واكتر. بعمل هنا طبعا من عند الحواف زي ما احنا شايفين، وبرضو عملنا الاتنين بنفس الطريقة. بعد كده بقى هستخدم خافض اللسان، وهبتدي بس ان انا الف عليه كده زي ما احنا شايفين مع بعض خيط الخيش بالطريقة دي. طيب زي ما قلنا ما عندناش خافض اللسان، ممكن جدا نستخدم اي عصا ايس كريم متوفرة عندنا. عملنا اتنين زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده هنجيب بقى اي غطا برضو متوفر، اذا كان بقى غطا سبراي او حتى كمان غطا بيرسول، مفيش مشكلة خالص. كل دي حاجات بنرميها وملهاش اي لازمة، فممكن جدا نعيد تدويرها ونعمل منها فكرة حلوة قوي. جبت بقى هنا الغطا وزي ما احنا شايفين هبتدي بقى ان انا الف خيط الخيش بالطريقة دي. محتاجة بس ان انا اغطي طبعا الغطا كله. نجيب المقص بقى ونقسم الغطا بتاعنا ده نصين اتنين. زي ما احنا شايفين المقص هيمشي معاه بمنتهى السهولة، وكمان برضو اكيد هيمشي في الخيوط اللي احنا حطيناها مع بعض. ده هيكون بقى الشكل عندنا. علشان بقى اتاكد ان الخيوط بتاعتي هتكون ثابته جدا، بعد كده همشي عليها بس بالشمع كده حاجه بسيطه قوي، وبعد كده همشي برضو المقص عليها علشان اساوي الشمع بتاعي. اظن الدنيا سهله جدا جدا وما فيهاش اي صعوبه خالص لحد هنا، وكمان بعد كده كمان اكيد مش هيبقى فيها صعوبه. زي ما احنا شايفين نفس الفكره برضو في الجزء الثاني. هبتدي برضو ان انا امشي عليها اول حاجه بالشمع، وبعد كده امشي بس كده المقص، وبعد كده اشيل اي شمع بقى يقابلني زياده. نجيب بقى الاتنين دول اللي احنا كنا عملناهم مع بعض الاول خالص، وهبتدي بقى دلوقتي ان انا احط كده نقطتين شمع كويسين فوق، وكمان برضو نقطتين شمع كويسين تحت. وبعد كده هثبت بقى الجزء التاني زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي. نجيب بقى دلوقتي برضو الغطا بتاعنا، وعلى الحواف كده بتاعته هبتدي ان انا بس احط الشمع بتاعي، وبعد كده هثبته بقى في النص زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده. نفس الفكره برضو هجيب الجزء التاني اللي احنا زي ما قلنا قسمناهم اتنين، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبته من فوق بالطريقه دي. بحط بقى شمع كده حواليه، وبعد كده هنستخدم نفس حبل الخيش اللي احنا كنا مستخدمينه قبل كده، وهبتدي بس ان انا اثبته زي ما احنا شايفين هيدينا شكل حلو جدا، وكمان برضو هيظهر لنا الدنيا اكتر واكتر. اول حاجه نحط الشمع، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الحبل والجزء ده هبتدي ادخله جوه، لان طبعا حسيت انه هيديني شكل احلى واحلى. نفس الفكره برضو الناحيه التانية، بحط كده برضو نقطتين شمع كويسين، وبعد كده هقص بالمقص، والجزء بقى ده هبتدي برضو ان انا ادخله لجوه. نيجي بقى لحلقات الستاير بتاعتنا. اول حاجه هنشيل منها الجزء اللي احنا بنشيله ده، وبعد كده هنجيب بقى دلوقتي الخيط الخيش بتاعنا، وهبتدي ان انا الف طبعا على الحلقه اللي معانا. عملت بقى منها هنا كذا واحده، وبعد كده هبتدي انا اثبت الحلقه زي ما احنا شايفين مع بعض في النص هنا. نفس الفكره برضو فوق ابتدي انا اطلع وبرضو اثبتها برضو بنفس الطريقه. طيب شايفين بقى دلوقتي الجزء اللي تحت ده، برضو جبت هنا حلقتين ستاير، وهبتدي بقى ان انا اثبتهم من تحت بالشكل ده. نضغط بقى كويس علشان يثبتوا معانا كويس جدا، وكمان يكونوا متينين معانا. بعد كده من فوق هنا بقى هبتدي انا اجيب جزء كده من حبل الخيش، وهعمله كده زي دايره كده بسيطه، وهبتدي بقى ان انا اثبت الاجزاء دي واحده الناحيه دي، وكمان برضو واحده الناحيه التانيه. دلوقتي بقى الالوان بتاعتنا كلها شبه بعضها، محتاجه دلوقتي بس ان انا اكسر بس اللون بتاعنا. فهحط هنا كده في نص الحلقه بتاعتي الصراص ده هيديني شكل حلو جدا، وكمان اكيد هيظهر لي الدنيا اكتر واكتر. ما تيجوا بقى نشوف دلوقتي هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. اول حاجه بقى دلوقتي هبتدي انا احط فيها ورد بالشكل ده زي ما احنا شايفين مع بعض. هيظهر لنا برضو الدنيا اكتر واكتر، وكمان هيدينا شكل حلو قوي. واكيد طبعا مش ده الاستخدام الوحيد لها، ممكن جدا كمان نستخدمها استخدامين اتنين. اول استخدام ليها ان انا ممكن طبعا اعلق فيها الفوط بالشكل ده، هتكون فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي. تاني استخدام ممكن طبعا ان انا احط فيها المفاتيح بتاعتنا، برضو هتكون فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي. ودي كانت بقى اول فكره عندنا النهارده. حطوا بقى كده لايك جميل، وتعالوا كده بقى نلحق تاني فكره معانا النهارده. وتاني بقى فكرة عندنا النهاردة هستخدم فيها زي ما احنا شايفين مع بعض أي برطمان بقى يكون متوفر عندنا، إذا كان بقى كبير صغير مفيش مشكلة خالص. برضو بلاستيك ازاز برضو مش هتفرق معانا. هبتدي اول حاجه ان انا اجيب الغطا بتاعي، وبعد كده هستخدم هنا بقى زي ما احنا شايفين مع بعض اي ستيكر متوفر عندنا، اذا كان الشكل ده او حتى كمان اي شكل.
طيب الاستيكر ده بيتباع فين؟ الاستيكر ده بيتباع عند المحلات بتاعة الادوات المنزلية، ورخيص جدا جدا، مش غالي ولا اي حاجة. جبت بقى هنا الحبل بتاعي، طبعا حبل الخيش، وهبتدي بقى دلوقتي ان انا احط كده جزء فوق، وبعد كده هنزل بقى دلوقتي من الجناب، علشان محتاجة بس ان انا ادي شكل كده، علشان الدنيا بتاعتنا تكون باينة اكتر واكتر. بعد كده هبتدي برضو ان انا اجيب جزء تاني من حبل الخيش بتاعي، ونفس الفكرة برضو هبتدي بقى ان انا اعمل دلوقتي دور تاني بالشكل ده. الاتنين بقى هيكونوا قصاد بعض علشان الدنيا عندنا طبعا تكون مظبوطة. بعد كده بقى هنزل لتحت، وبعد كده اكيد هحط اول حاجة الشمع بتاعي، وبعد كده همشي برضو بالحبل اللي معانا. حبل الخيش حلو جدا، وبيتباع عند المحلات بتاعة ادوات الخياطة، ورخيص، مش غالي ولا اي حاجة، له استخدامات كتيرة جدا، وممكن نعمل بيه اعمال كتيرة قوي. في السمك ده، وفي منه كمان الارفع، وفي منه كمان الارفع. طبعا ممكن نجيب اي حاجة احنا حابينها. اكيد بقى مش هننسى غطا البرطمان بتاعنا. بعد ما خلاص عملنا اول حاجه البرطمان، هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيب الغطا، واول حاجه هعملها هبتدي كده ان انا اخد جزء من الاستيكر بتاعي، وهبتدي بقى ان انا اغلف البرطمان بتاعنا بالشكل ده. كل الزيادات دي هبتدي انزلها لتحت، لحد طبعا ما ناخد شكل الغطا اللي معانا. نضغط كويس علشان الشكل بتاعنا طبعا يكون ظاهر اكتر واكتر. شايفين بقى الزيادات اللي عندنا دي هنمشي عليها بس بالمقص كده، علشان الدنيا طبعا تكون مظبوطه بعد كده. وبعد ما خلاص بقى قصينا كل الازاي بتاعتنا والدنيا كلها تمام، وظبطنا كمان الدنيا. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب بقى قلم كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده بس كل اللي هنعمله هنجيب كمان حلقة ستاير. شلت منها اول حاجه الجزء اللي احنا بنشيله، وبعد كده هبتدي بس ان انا اجي من بره. وكل بقى اللي احنا هنعمله دلوقتي هبتدي بس ان انا امشي كده، او احدد بقى لنفسي المقاس اللي انا محتاجاه، اللي هو اكيد هيكون مقاس حلقة الستاير اللي معايا. بعد كده بقى هستخدم مقص او حتى كمان قطر زي ما انا هعمل دلوقتي، وهبتدي بقى ان انا افرغ طبعا الدايره اللي انا عملتها معاكم. نجيب برضو حلقه الستاير، اكيد برضو هنستفاد بيها. هبتدي اول حاجه ان انا هحط كده نقطه شمع، وبعد كده هلف بقى دلوقتي الخيط اللي معايا، وبعد كده هبتدي ان انا احط هنا اطار كده من الشمع، وبعد كده هثبت بقى الحلقه بتاعتنا. لو حسيتوا شويه ان انا صوتي متغير فاعذروني، يعني فعلا تعبانه جدا وعندي برد. نقفل بقى دلوقتي البرطمان بتاعنا، وتعالوا نشوف هنستخدمه في ايه وهنستخدمه ازاي. هستخدمه كمنظم اكياس بالشكل ده، فكرته حلوه جدا وكمان عمليه قوي، واكيد كنا محتاجينها. ودي بقى كانت تاني فكره عندنا النهارده، فكره عمليه جدا وكمان تنفيذها سهل قوي، واكيد زي ما قلنا كلنا محتاجينها. تالت فكره بقى عندي النهارده هستخدم فيها برضو حاله الستاير بتاعتنا. زي ما احنا شايفين هنشيل منها اول حاجه الجزء ده، وبيتشال معانا بمنتهى السهوله، ولا محتاج بقى بنسة، ولا محتاج بقى كمان زراديه، ولا محتاج مقص، ولا اي حاجه. مجرد بس ما بيشيله كده بايدي بيتشال معايا سهل جدا. بعد كده هبتدي بقى دلوقتي انا اجيب اي كرتونه عندنا، وكل اللي احنا هنعمله هبتدي ان انا اثبت طبعا الحلقه بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده بقى نشيل كل الزيادة اللي طبعا هتظهر عندنا من الكرتون اللي احنا شايفينها مع بعض. زي ما احنا شايفين شيلنا بقى كل الزيادة اللي هتظهر معانا، وبعد كده هبتدي برضو دلوقتي بقى ان انا اول حاجة اعملها هحط هنا الشمع بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب قطعة تانية من الكرتون، وبرضو نفس الفكرة هبتدي اثبتها عليها، وبرضو هشيل كل الزيادة اللي هتظهر عندي. شلنا بقى كل الزيادة بتاعتنا والدنيا كلها تمام لحد دلوقتي. هعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة، وبرضو هتكون نفس المقاس واكيد نفس الشكل. طيب بعد كده بقى هاجي في النص هنا واحط كده نقطتين شمع كويسين، وبعد كده هستخدم حبل غسيل. ايوه حبل غسيل، وبيتباع عند المحلات بتاعة الادوات المنزلية، ورخيص جدا جدا وحلو جدا، احنا كده نجيبه ونعمل بيه افكار حلوة. طيب انا مش عايزه بقى استخدم حبل غسيل، ممكن جدا كمان ان انا استخدم اذا كان بقى حبل خيش او اي حاجه طبعا تانية تكون نفس طبعا السمك بتاعه. حتى كمان لو خيط مكرميه ونضفره هيدينا برضو نفس النتيجه. زي ما احنا شايفين ببتدي ان انا الف كده طبعا الحبل اللي معايا زي ما احنا شايفين كده ورا بعضه، لحد طبعا ما اوصل للنهايه. اي مكان كده بحط عليه شمع ببتدي على طول كده اول باول ان انا اثبت كده ايدي عليه، علشان اضمن ان هو هيكون ثابت معانا بعد كده. كده خلاص ابتديت بقى دلوقتي انا قفلت اول حاجه، هبتدي بقى دلوقتي ان انا انزل لتحت، وبعد كده برضو نفس الفكره نحط برضو الشمع بتاعنا، وبعد كده ابتدي برضو ان انا اثبت الحبل اللي معايا. الحبل ده فيه منه الوان كتيره جدا جدا، وفيه منه اشكال كتيره قوي، وزي ما قلت لكم رخيص جدا جدا، فحلو جدا احنا هنجيبه ونستخدمه ونستفاد بيه. ممكن بقى نجيب اي لون احنا حابينه ونعمل بيه طبعا الافكار اللي احنا عايزينها. زي ما احنا شايفين هبتدي بقى دلوقتي ان انا ادخل كده لجوه لحد طبعا ما تخلص معايا بالشكل ده. نعمل اخر حاجه وابتدي كده بس اضغط عليها كويس عشان تثبت معايا. مش هنقصها ولا اي حاجه، هنسيبها كده، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب طرف الحبل من الناحيه التانية، ونفس الفكره برضو هحط الشمع بتاعي اول حاجه، وبعد كده بس ابتدي ان انا اعمل كده دايره بسيطه، وابتدي بقى ان انا اثبتها كده طبعا فوق الشمع اللي احنا حطيناه مع بعض.
على فكرة هتخلص معانا بسرعة جدا ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا اي حاجة، مجرد بس ما بحط كده الشمع بتاعي بيبي طبعا هي تخلص معانا زي ما قلنا بسرعة جدا. زي ما احنا شايفين ده بقى هيكون شكلها كده، عملنا الاتنين بنفس الطريقة وكمان زي ما قلنا بنفس الشكل. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيب اي حاجة هنا واحطها كده في النص. ممكن استخدم طبعا الوردة اللي انا استخدمتها دي، وممكن كمان طبعا استخدم ورد الفوم برضو هيكون شكله حلو جدا. اول حاجة هثبت الوردة بتاعتي وبعد كده هحط فيها بس كده واحدة لولية كده علشان طبعا تكون ظاهرة عندنا اكتر واكتر. تعالوا بقى نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. طبعا شكلها حلو جدا وممكن زي ما قلنا نغير الالوان زي ما احنا حابين. هستخدمها كرابط للستاره بالشكل ده. ودي كانت افكار النهارده، اتمنى فعلا تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا النهارده لسه مره بتشوفوني. وطبعا هستنى تعليقاتكم الجميله، واستنوا ان شاء الله فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه.